تعرفوا شو الغريب؟ إنه نفس الشي اللي بيعطينا راحة ممكن يكون هو نفسه اللي عم يخنقنا. الروتين في ناس بتشوفه أمان وفي ناس بتشوفه سجن، بس الحقيقة الروتين مش عدو ولا هو أمان. الروتين هو كيف نحن عم نستخدمه. لما يكون الروتين متوازن بصير مثل الحضن، وبيخلينا نحس بالاستقرار، بيعطينا طاقة وبيخلي حياتنا أوضح. منفيق منعرف شو بدنا نعمل، نمشي بيومنا بدون ضياع. بس لما الروتين بصير نفس الشي كل يوم بدون روح بدون تغيير، هون المشكلة. نصير عم نعيش بس مش حاسين إننا عايشين. نفس الوجوه، نفس الطريق، نفس التفكير، كأنه الأيام عم تعيد حالها. يمكن مش لأنه حياتنا سيئة، بس لأنه ما في شي جديد يحرك فينا الشعور. الروتين ما لازم ينكسر، بس لازم يتنفس. تغيير صغير يمكن يرجع الحياة لأيامنا. مش لازم تعمل شي كبير، يمكن قاعدة بمكان جديد، فكرة جديدة، أو حتى إنك تسمح لنفسك تحس بشي مختلف. لأنه بالنهاية الأمان حلو، بس الحياة بدها شوية مغامرة. خلي روتينك يريحك، بس ما تخليه يطفيك. شاركني رأيك بالتعليقات، خلينا نحس إنه ما حدا بهالدنيا لحاله.